السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده القرع العسلي، ودي واحدة جاية لنا هدية. هي طبعا كبيرة علينا، فأنا هقشرها وأقطعها وأقسمها، هنعملها مع بعض. القرع العسلي ده مفيد جدا وليه قيمة غذائية عالية، بس مفيش عليه إقبال قوي، يعني في ناس كتير ما بتاكلوش أو ما بتحبوش، بس هو مفيد. وكمان اللي لاحظته في الاستعمال هو نفس الريحة ونفس الطعم بتاع البطاطا بالظبط، حتى نفس الوصفات بتاعة البطاطا هي بتاعة القرع العسلي. كل حاجة بتعمليها بالبطاطا ممكن تعمليها بالقرع ده. الاتنين ما يختلفوش عن بعض، والقيمة الغذائية عالية في دي وفي دي. طبعا قطعناه قشرناه كده وظبطناه وشيلنا القشر اللي بره والحاجات اللي جوه ونضفناها زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نقطعها بقى. ده اللب اللي كان جواها ممكن يتغسل ويتنشف ويتحمص بقى. هنقطعها. طبعا دي هتبقى كمية كبيرة، وانا عايزة حتة صغيرة علشان لما اعملها تتاكل على طول. هقطعها كلها زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هقسمها في اكياس على قدي، حتت صغيرة كده. وهنسيب حبة صغيرين قد كيس من الاكياس كده مثلا، وهنعمله مع بعض، بس مش هنعمله في الفيديو ده، ان شاء الله نعمله في الفيديو التاني. هنعمل بقى كل واحد على شكل، يعني علشان يبقى عملنا حاجات متنوعة ومن نفس القراية دي. كمية حلوة معقولة. قسمتها زي ما انتوا شايفين. حبة الباقيين دول بقى هنحطهم في حلة صغيرة، نحط عليهم كوباية بس مية